مدينة جبلة. جينا عند واحد من أقدم الأسماء اللي بيعملوا الجزرية. هذا المحل اجيت بناء على توصياتكم، على توصيات أهل جبلة حصرا عن السوسي اللي بيعمل الجزرية. شو بتعملوا غير الجزرية؟ جزرية وسيلان ومرق. هذه الجزرية، في عنا هنيك القرع، هذا السيلان، هاي الحلة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا المكان شعبي بسيط، عبارة عن بسطة موجودة بنص الشارع. شو اسمه هذا المكان هون؟ هذا ساحة النفتات. هون ساحة النبوتيه بجبل. هلا بالمول. طيب ماشي. كيف ينباع بالقطعة بالكيلو بالوزن؟ كيلو 80 قد ما بدك. كيلو ب 80,000. وإذا بدنا ناخذ قطعة؟ قد ما بدك هاي ميزانية. على الوزن. ماشي. هات حط لنا ندوق. شوفوا ما شاء الله تبارك الله عاملينها للسيلان عبارة عن جبل. قديش طلع وزنها هيدي؟ 10,000 طلعت 10,000. هذه هي الجزرية يا جماعة. طبعا الجزرية جدا مشهورة بمحافظة اللاذقية، لكن معروفة عند أهل جبلة أو هن المنشئين للجزرية مثل ما بيحكوا. صح ولا أنا غلطان؟ هي من مدينة جبلة. بس اللوادة بيقولوا عكس هيك، بيقولوا لا هي جزرية من عنا. من العادية. إنه يا في أمن هو. ما بيعرفوا؟ ما شغلتهم يعني؟ إنه بيجوا عنا بياخذوا. ما شغلتهم؟ لا والله. بس لا احنا بشغل السيلان بالعادية كمان. بس الجزرية خلقت لكم. السيلان ما بيعملوا أبيض، بيعملوه أحمر. أحمر. شفتوا عاملينه مثل الجبل. على كان نفسه بس لونه أحمر. ايه ما شاء الله. هذه هي جزرية أهل جبلة، الجزرية المشهورة. أنا مجربها بمرسين، شكلها بمرسين مشجع أكثر. هذه هي. عم نركز على المدينة، عم نركز على جمال المدينة، عم نركز على الذكريات اللي عم ناخذها من هذه المدينة. هذا هو السوسي، بسطة السوسي من مدينة جبلة. لازم بس اجيتوا تجربوا. ختاما لا تنسوا المتابعة والتفاعل مع الفيديو. بأمان الله.